السلام عليكم. غنشارك معكم اسهل واسرع والذ خيطات ديال الدجاج مع واحد التتبيله ما نعاودش لكم شحال لذيذه اللي كندير لهم تتبيله كتدخلهم في الفران مره واحده وكنتهناو كيجيو لذاذ ودجاج فتي. جربوا وردوا لي اخبار. شنو المقادير وطريقه التحضير؟ بسم الله. تتبيله ديال 2 كيلو ديال افخاذ الدجاج. عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، ملعقه صغيره ديال المطارد، 2 معالق كبار من ياغورت مسوس، ملعقه صغيره ديال السمن، ملعقه صغيره ديال تتبيله الدجاج، نص ملعقه صغيره كل من الزنجبيل، الكركم، الفلفل الاحمر والابزار او الفلفل الاسود، واحد الضامه ديال الزعفران، 3 معالق كبار من عصير الحامض، وراس ملعقه صغيره ديال الملحه، ونص كاس ديال الماء. كنمزجوا التتبيله ديالنا مزيان. عندي افخاذ الدجاج اللي مغسولين مزيان بالماء من بعد الملح والحامض ومشلين ومسقطرين. كندير لهم التتبيله ونخليهم واحد الساعه على جنب. الا كان الوقت نخليهم حتى ليله كامله. خديت لاطه ديال الفران، درت لها بابي الومنيوم بابي كويسون، كنقاد فيها الفخاذات ديال الدجاج وكندخلهم في الفران على درجه حراره 160 لمده ساعه. من بعد ساعه كنشوف الخيطات ديال الدجاج ديالي لقيتهم طايبين. ناخذ المرق اللي كنديرو على الدجاج وهاد الطريقه كنديرها حتى في الفران. خديت واحد المعلقه ديال الزبده وملعقه ديال الهريسه، دهنت بها الدجاج ودخلتهم في الفران. هنايا طاوه في الفران، كنبدا نهز في داك المرق وكندير على الدجاج. كيجيو بنان وكيجي واحد اللون ذهبي زوين. غير جربوا راه غادي يعجبكم وما غاديش تندموا، وتناولوهم بالصحه والراحه. لا عجبكم الفيديو تنسونيش من لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.